خير ما نبدأ به بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم أتيت لكم بقصة مؤثرة جدا. سائل في ليلة الزفاف. هذه القصة لفتاة مسلمة عفت واحتشمت والتزمت بدينها وارتقت بأخلاقها، فرزقها الله بزوج مسلم بتدبيره وقدرته دون أن تضطر إلى كشف المستور من بدنها كما تفعل بعض الفتيات اليوم اللواتي يدعين التطور والتحضر المدني، وهم في الأساس يقلدون الغرب في أسوأ ما لديهم تقليدا أعمى دون مراعاة تعاليم الإسلام في شيء، ودون اكتراث بأي تقاليد نشأنا عليها. وحانت ساعة الزفاف. تم الزفاف على الطريقة الإسلامية البسيطة، ودخل العروسان إلى منزلهما، وقدمت الزوجة العشاء لزوجها، واجتمعا على المائدة، وفجأة سمع الاثنان صوت رق الباب، فانزعج الزوج وقال غاضبا: من ذا الذي يأتي في هذه الساعة؟ فقامت الزوجة لتفتح الباب، ووقفت خلف الباب وسألت: من بالباب؟ فأجابها الصوت من خلف الباب: سائل يريد بعض الطعام. فعادت إلى زوجها فبادر يسألها: من بالباب؟ فقالت له: سائل يريد بعض الطعام. فغضب الزوج وقال: أهذا الذي يزعج راحتنا ونحن في ليلة زفافنا الأولى؟ فخرج إلى الرجل فضربه ضربا مبرحا، ثم طرده شر طرد. فخرج الرجل وهو لا يزال على جوعه، والجروح تملأ روحه وجسده وكرامته. ثم عاد الزوج إلى عروسه وهو متضايق من ذاك الذي قطع عليه متعة الجلوس مع زوجته، وفجأة أصابه شيء يشبه المس، وضاقت عليه الدنيا بما رحبت، فخرج من منزله وهو يصرخ، وترك زوجته التي أصابها الرعب من منظر زوجها الذي فارقها في ليلة زفافها، ولكنها مشيئة الله. صبرت الزوجة واحتسبت الأجر عند الله تعالى، وبقيت على حالها لمدة 15 سنة. وبعد 15 سنة من تلك الحادثة تقدم شخص مسلم لخطبة تلك المرأة، فوافقت عليه وتم الزواج. وفي ليلة الزفاف الأولى اجتمع الزوجان على المائدة العشاء، وفجأة سمع الاثنان صوت الباب يقرع، فقال الزوج لزوجته: اذهبي فافتحي الباب. فقامت الزوجة ووقفت خلف الباب، ثم سألت: من بالباب؟ فجاءها الصوت من خلف الباب: سائل يريد بعض الطعام. فرجعت إلى زوجها فسألها: من بالباب؟ فقالت له: سائل يطلب بعض الطعام. فرفع الزوج المائدة بيديه وقال لزوجته: خذي له كل الطعام ودعيه يأكل إلى أن يشبع، وما بقي من طعام فسنأكله نحن. فذهبت الزوجة وقدمت الطعام للرجل، ثم عادت إلى زوجها وهي تبكي، فسألها: ماذا بكي؟ لما تبكين؟ ماذا حصل؟ هل شتمك؟ فأجابت والدموع تفيض من عينيها: لا. فقال لها: فهل عابك؟ فقالت: لا. فقال: فهل أذاك؟ فقالت: لا. إذن ففيما بكائك؟ قالت: هذا الرجل الذي يجلس على بابك ويأكل من طعامك كان زوجا لي قبل 15 عاما، وفي ليلة زفافي منه طرق سائل بابنا، فخرج زوجي وضرب الرجل ضربا موجعا ثم طرده، ثم عاد إلي متجهما ضائق الصدر، ثم أظنه جن أو أصابه مس من الجن والشياطين، فخرج هائما لا يدري أين يذهب، ولم أره بعدها إلا اليوم وهو يسأل الناس. فانفجر زوجها باكيا، فقالت له: ما يبكيك؟ فقال لها: أتعرفين من هو ذاك الرجل الذي ضربه زوجك؟ فقالت: من؟ فقال لها: إنه أنا. فسبحان الله العزيز المنتقم الذي انتقم لعبده الفقير المسكين الذي جاء مطأطئ الرأس يسأل الناس والألم يعصره من شدة الجوع، فزاد عليه ذلك الزوج ألمه وجعله يخرج وقلبه يعتصر لما أصابه من إهانة جرحت كرامته وبدنه، إلى أن الله لا يرضى بالظلم، فأنزل عقابه على من احتقر إنسانا وظلمه، وكافأ عبدا صابرا على صبره، فدارت بهما الدنيا. ورزق الله عبده المسكين فأغناه عن الناس، وأرسل بلاءه على الرجل الظالم ففقد عقله وفقد ماله، ثم صار يسأل الناس. وسبحان الله الكريم الذي رزق أمة مؤمنة صبرت على ابتلاء الله 15 سنة،
فعوضها الله بخير من زوجها السابق. وأتمنى أن يكون قد نال المقطع إعجابكم، ولا تنسوا نشر المقطع ليصل إلى أكبر عدد من الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، وانشر المقطع ليعم الأجر والفائدة للجميع. ولا تنسونا من آرائكم وتعليقاتكم، ونحن نحترم آراءكم وتعليقاتكم ونأخذها بحامل الجد. وشكرا وجزاكم الله خيرا.